المكرميه هي عباره عن تشبيك بالخيوط، يعني هو تعريفه كده ان انت بتاخد الخيط وبتشبكه بطريقه معينه، ليه غرز معينه، ليه غرز كتير، بس كله ولا في زي الكروشيه بيبقى فيها معنى ومعنى دي لا، بتعتمد على الايد وبس. زي ما قلنا خيط المكرميه في انواع وفي اشكال وفي الوان. في منه بيبقى خيط مبروم وفي منه بيبقى ملون. الخيط بيبقى فيه الوان كتير، دلوقتي بقى في مصر في الوان كتير، زمان ما كانش فيه كتير، دلوقتي بقى بيجيبوا التركي وبيجيبوا المصري، بيجيبوا بقى فيه الوان كتير. وفي الاوف وايت منه، وبيبقى برضو سمكات، ده بيبقى رفيع بيبقى تخين حسب المنتج اللي احنا هنعمله. الستاره ممكن تبقى اتخن، حاجات صغيره بتبقى بتاخد حاجات رفيعه. وفي منه المحلول برضو في منه ملون، في منه الاوف وايت، وفي منه برضو يعني في 1 مللي و2 مللي و3 مللي حسب برضو المنتج اللي احنا هنشتغل عليه. النهارده هنعمل ستاره مع بعض ان شاء الله لشباك صغير، اللي هو شباك مطبخ او شباك حمام، اللي هو بقى متر في متر تقريبا ان شاء الله. هنستخدم الخيط التخين زي ما قلنا، لان الستاره بيبقى معاها احسن ان احنا نستخدم الخيط اللي هو بيبقى تخين شويه. في الاول طبعا لازم نعرف نقص ازاي. القص بنحسبها ازاي؟ بيبقى في عندنا حته في الستاره بتبقى فيها شغل وحته بتبقى ما فيهاش شغل. فاحنا الحته اللي فيها شغل بنشوف يعني بنحسب احنا مثلا عندنا 25 سم هنشتغلهم دول، فلازم يبقى الخيط دايما معانا بتاع المكرميه بيتقسم بيبقى 2 1 2، بنقسمه بنعلقه كده. فلما بنحسب دايما بنحسب الخيط ان هو دبل، الحساب بيبقى دبل. مثلا انا عندي هنا 25 سم هشتغلهم، يبقى انا لازم اقص هنا الحته نضربها يعني هيبقوا 6 لان عندي خيطين، فهنحسب ال 25 سم نضربها ب6 ونشوف هتبقى الخيط لازم احتاج قد ايه، واكمل بقى الحساب اللي تحت اللي هو مثلا سايب انا خلاص مش الستاره الحساب زي ما هو لحد ما الستاره تخلص. يعني احنا عادة بنحسب كده، الشغل بنحسبه بنضربه ب6، والسايب بنكمل على بنحسب الستارة كده. احنا دلوقتي حسبنا وقصينا انا عايزة خيط قد ايه، وهبتدي في البداية هنعمل المسكات اللي هي هتمسك الستارة. هاخد الخيط واقسمه بالنص، ده وواحد تاني برضو ناخده وبرضو نحطه في النص. هنجيب ده عند ده ندخله كده جوه النص اللي انا كنت عاملاه، وارجع ادخل ده الخيط جوه الحلقه بتاعته، هيبقى داخل كده ونسحبه كده، الاتنين شبكوا في بعض، نعلقهم على العمود بتاعت الستاره. هنبتدي دلوقتي نشتغل اللي هي الغرزه البسيطه جدا. هناخد الخيط ده على الخيط ده نلفه عليه، دي من ابسط غرز المكرميه اهو كده. عملنا واحده، هنرجع نفس الحركه بس بالعكس، هناخد اليمين فوق الشمال اهو. احنا كده عملنا 2 1 2. هنكرر دلوقتي الغرزه اللي احنا عملناها يعني 5 مرات عشان تبقى مقاس الحامل بتاع الستاره يبقى معقول بحيث ان هي يحمل الستاره. هنرجع تاني اللي على الشمال هناخدها فوق اليمين وندخلها جوه الفراغ اللي هنا ونسحبها. غرز المكرميه اغلبها بناخد فيها 4 خيوط مع بعض، بيبقى 2 في النص و2 على الجنب. فهاخد اللي على الشمال احطه فوق الاتنين دول اللي ورا، واللي على اليمين هحطها فوقيها كده وادخلها تحت الاتنين اللي ورا واسحبها من هنا. انا كده بشبك اللي قدام باللي ورا. احنا عملنا دي وخلصناها وعملنا زيها بقى 6 تانيين كده بقوا 7.
دول بقى اللي هم زي ما يكون الحلقات اللي هم هيحملوا الستاره معانا. هنبتدي نشتغل. احنا خدنا طبعا في كتير للستاير، فاحنا خدنا ديزاين سيمبل بسيط اللي هو هيبقى فيه عندنا معين كده في متكرر على كل واحده. بنبتدي ازاي؟ بنبتدي نقص برضو الخيط زي ما قلنا. الخيط هنبقى محتاجين قد ايه. احنا هنا قصينا وجهزنا الخيط، وبنبتدي نعلق الخيط على الستاره. احنا عندنا هنا خيطين، دول هنبتدي نعلق عليهم الستاره. هنحط دي فوق دي وندخل. ده التعليق التقليدي بتاع المكرميه، اللي هو بيبقى عندنا خيط او عندنا عمود او عندنا غصن شجر او عندنا اي حاجه، وبندخل الاثنين. بنحط الخيط في النص وبندخل الخيط في الحلقه. هنكرره عشان الناس هتبقى فاهمه احنا عملنا ايه. هناخد الحلقه الثانيه اللي احنا كنا شغالين عليها وهنعمل زي ما عملنا هنا. هنا كان في 3، هنا لا، هنعمل 2 على كل واحد من دول. هنعمل 2 عشان المعين يبقى متساوي في كل واحده. احنا دلوقتي حطينا 3 هنا و2 هنا و2 هنا. قلنا عايزين نعمل معينات متكرره من كل واحده نازله من الستاره عشان تدينا شكل جميل كده، نموذج حلو من الستاير. هنجمع دي مع دي، فهناخد زي ما قلنا الغرزه التقليديه بتاعت المكرميه اللي هي اسمها الغرزه المربعه. بناخد خيطين نحطهم في النص، واللي على الشمال بتيجي فوقيهم، واللي على اليمين بتيجي فوقيها كده، فوق اللي انا كنت جايباها، وبنزلها من تحت الاثنين اللي انا حطاهم دول وبطلعها من هنا. انا كده شبكوا، يعني دي كده دي مع دي شبكوا مع الاثنين اللي في النص. اسحبها، اسحب الاثنين لتحت كويس عشان تبقى الغرزه كويس. احنا عملنا كده نص غرزه زي ما قلنا من شويه. هنعمل الغرزه تكملتها ازاي؟ ان احنا بعمل الناحيه الثانيه. هناخد الخيط اللي على اليمين نحطه فوق الاثنين، ونجيب اللي على فوقيها ويرجع ينزل من تحت الاثنين، ونطلعه في الفتحه اللي احنا عاملينها ونسحب. فباخد الاثنين اللي على اليمين مع الاثنين الشمال اللي هنا، يعني خيط من هنا مع خيط من هنا، كل خيط فيه حبلين نازلين عشان احنا قسمنا الخيط بالنص. برضو بنفس الطريقه هنحط الاثنين بالنص دول. انا مش هشتغل عليهم حاجه خالص، هشتغل فوقيهم عشان نمسك كل حاجه في بعضها. دلوقتي هاخد من الخيطين اللي فاضلين من الغرزه اللي اشتغلتها والف على اليمين عشان اشتغل اللي جنبها. عايزين نرجع نقلل الغرز عشان يطلع معانا شكل معين. فهنعمل ايه؟ احنا هنا هنسيب الاثنين اللي على الجنب، تيجي اخد 2 من الغرزه اللي اشتغلتها على الجنب مع 2 من الغرزه اللي جنبها. دلوقتي خلاص عملنا المعين. اول واحد اتعمل بيبقى نازل، بيبقى فيه واحده وبتكبر وبنرجع بنصغر تاني 3 2 1. فده شكل المعين بتاع اول واحده نازل من واحده نازله.
هو هنكرر بنفس الطريقه اللي احنا عملناها هنا، هنكرر على كل واحد بنفس الطريقه. هنحط 2 هنا ونرجع نحط 2 هنا ونشتغل في كل واحده، ويبقى عندنا شكل معين كل واحده من اللي نازلين دول. كده المعينات خلصت. طب عايزين نعمل، يعني مش عايزين نسيبها بقى ان هي تبقى كده وخلاص، يعني عايزين نعمل حاجه برضو نديها شكل تاني جمالي، تبقى فيها حاجه ظريفه كده. فاحنا ممكن برضو نعمل ايه، في حاجات شبه الورد ده كده اللي هي نفس الغرزه دي، هناخدها ونعمل هنا كل واحده من دول هننزل منها غرزه تحتيها كده بشويه، اللي هي الغرزه المربعه اللي قلنا عليها. بعد ما عملنا اللي قلنا هيبقوا عاملين زي الورده كده ونحط عليهم اكسسوار، عايزين نعمل شكل كده برضو في الاخر نختم بيه الستاره، نديها شكل كده جميل برضو بنفس الغرزه اللي احنا اشتغلنا عليها برضو فوق. فهنبتدي نشتغلها بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنشتغل عليها نفس الغرزه. فاضل في النهايه في الاخر ان احنا لازم نقص الستاره بحيث ان هي تبقى مستويه على نفس السويه كلها.